بصحى كل يوم ببقى عايزة اعمل 100 حاجة، وبعدين بلاقي نفسي بتفرج على الريلز عن الاس ام ار. النهاردة هنتكلم عن التشتت، بس مش اي تشتت، لا، التشتت اللي بيجيلنا من صحابنا، من دماغنا، من السوشيال ميديا، حتى من القطة اللي معدية من قدام الشباك. جاهزين؟ يلا بينا. انا ما كنتش كده، انا كنت بركز اكتر، بس حاليا كل شويه حد بيقول لي ليه مش بتشتغلي؟ طب ركزي في الكورس الفلاني، ما تنسيش تشوفي الترند الجديد، شوفي فلانه صاحبتك اتخطبت. فدماغي بتفضل تقول لي طب انا اشتغل ولا ارتاح ولا اغير الكارير ولا اتابع ولا ابدا بزنس الهوديز عشان الشتاء قرب. بجد التشتت بيبقى مش من جوه، ولكن بيبقى من كتر ما احنا بنسمع للناس اللي حوالينا، كل واحد عايش حياة غيرنا اصلا. انا فاكرة في يوم صحيت ناوية اذاكر جزء من مشروع في الجامعة، فواحدة صاحبتي بعتت لي بوست بيتكلم عن السيلف لاف، فدخلت على الواتساب وبعد كده دخلت على انستجرام، وبعد كده لقيت بنت بتتكلم عن ازاي قدرت تحوش وهي عندها 16 سنة، وفجأة لقيتني في قناة بتتكلم عن الطاقة الكونية، وعدى 5 ساعات وانا ما ذاكرتش اي حاجة. احنا كجيل بنات بنبقى في دايرة فيها صوتين، صوتنا احنا الحقيقي وصوت الناس، صوت الضغط، الالجوريثم، وبننسى ندي نفسنا المساحة ان احنا نسمعها ونسأل نفسنا هو انتي عايزة ايه بجد. فانا هقولك نصايح لذيذة ظريفة لطيفة تقدر تساعدك انك تتجاوز التشتت ده. اول نص ساعة بعد ما تصحي بلاش الموبايل، حاولي تكتبي 3 حاجات انت عايزة تركزي عليهم النهاردة، 3 حاجات مش 13 حاجة. مش كل نصيحة بتسمعيها لازم تعيشيها، اسألي نفسك هل هي تشبهني؟ هل هي هتنفعني؟ ولا هي بس شكلها لذيذ؟ اعملي وقت معين لكل حاجة، يعني اعملي وقت للسوشيال ميديا، لتتفرجي على ريلز، اعملي وقت للتركيز، حطي نوت صغيرة لذيذة لطيفة كيوت كده اكتبي عليها انتي ناوية تعملي الحاجة دي ليه. اختاري يوم في الاسبوع اكتبي فيه هو انت عايزه تعملي ايه بجد، يعني خلال الاسبوع ده ميشن كبيره انت عايزه تعمليها اكتبيها وخليها دايما في وشك عشان تبقي عارفه انك عايزه تعملي ده الاسبوع ده، فتحاولي انك ما تضيعيش وقت كبير. وفي الاخر التشتت مش ضعف، هي بس دماغ محتاجه تهدى. فلو كل واحده فينا سمعت صوتها الداخلي هتكتشف ان جواها حاجات اكبر بكتير من اللي بتتخيلها. فخدي بالك من قلبك، خدي بالك من نفسك، خلي تركيزك رايح لحاجة واحدة هي نسختك الافضل مش نسختهم هم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والسبسكرايب والشير للقناة، وكمان تفعلوا الجرس، وقوليلي ايه هي اكتر حاجة بتشتتك وانا هكتبلك نصيحة مخصوص ليكي. باي.